ولو على المواهب الاستعباطيه فدي موجوده ومفيش اكتر منها في البلد. مساء الخير. في مرحله كده من حوالي سنه كان محمد عامل النظافه بتاع كشري التحرير هو اللي راكب الترند، وقبلها كانت البنت سندس بتاعت كده كده، وبعديهم جه محمود حبيبه وروح قلبه دنيا والبطاطس المحاميه، وشويه وجبت على الواد انت شواجر. فيعمل ابن شعبان عبد الرحيم اللي ما عندوش ربع كاريزمة ابوه حتى، يروح جايب محمد الزبال والواد بتاع انت شواجر ويعمل معاهم اغنيه عشان يركب الترند هو كمان، ويحاول يعمل هو كمان ترند، فيجيب بنت من اصحاب القدرات الخاصه ويسميها زمرده باين ولا ايه، ويعمل بيها كليب ويفشل انه يركب الترند. الله صحيح الترند ده بيركبوا له ايه؟ بدور له على مواصله مش لاقيه. وقتها كان في ولد سواق توك توك ومن العشرة المميزين يحاول هو كمان يركب الترند، وهو مش اقل من حديده اللي ركب الترند واوسم من حمو بيكا زي ما قال، فليه ما يركبش الترند؟ فجاب كاميرا موبايله وقعد يطلع امكانياته الاستعباطيه، والحاجه تسقف له مش على وش لا على ايديها، وبرضه ما عرفش، فراح جاب ست كبيره ضعف عمره 3 مرات وقال دي مراتي وحب يبوسها على الهوا. ازاي يا جدع؟ بس الست امتنعت، فما نفهمش ايه الترند في ان راجل يتجوز ست اكبر منه، يعني حصلت وبتحصل وهتحصل. المهم شويه شويه الواد ركب الترند في غفله من محمود حديد، لا برافو، وحديده نفسه طلب يعمل معاه فيديو، وحمو بيكا هيعمل معاه اغنيه عشان صوته من العشرة المميزين، وكل ده عادي. فانا مش مستغرب من زمن السوشيال اللي احنا فيه، اللي مستغربه اللي جاي. اسمع، كروان طلع في مسلسل بطن الحوت، وبغض النظر انه موهوب او عندك كريسماس زي ما قلت، لكن ما ينفعش باي حال تكون دي جايزه اللي زي كروان. معلش بقى، يعني اي حد زي كروان بنفس حالته هيقول طب ما اعمل زيه، اكيد في النهايه ربنا هيكرمني زي ما كرم. ولو على المواهب الاستعباطيه فدي موجوده ومفيش اكتر منها في البلد. خد بالك ان اللي قبل كروان سواء حديده او محمد بتاع الكشري او غيره كان حدودهم السوشيال ميديا، يعني انتش واجري، ومحدش خد الخطوه بتاعت كروان او محدش وصل لها. لكن كروان دلوقتي زي ما قال انه مضى عقود 10 مسلسلات وفيلمين، وده لان صوته من العشرة المميزين وما عندوش غير حرفين او 3 طايرين منه بقى، 2 أو 3 بس هم 2 أو 3 بس. بصوا بقى، المفروض ان الناس تقاطع المسلسلات دي، الفكره ان الجمهور سايب نفسه للمنتجين والمخرجين يعملوا اللي هم عايزينه. اسمع من اخوك بقى، في استطاعه الناس انها تختار الحاجه النظيفه، ونعمل حمله ونسميها قاطع التفاهات، رساله بقى لكل شاب نظيف ومحترم وتعب في حياته وعمره خلص في التعليم على امل ان الحياه هتديله اللي بيتمناه. احب اقول لك اوعاك تيأس، ربنا اكيد شايل لنا حاجه افضل، بس ده اختبار من ربنا على الفتن اللي بنشوفها، ولو ما خدناش نصيبنا في الدنيا اكيد الاخره افضل يا صديقي. وبعدين عايز اقول لكم يا اخوانا، ما انتوا برضو اللي كنتوا بتعملوا لايكات وقلوب وكومنتات وبتبعتوا فيديوهاتهم لبعض وبتشيروها لزمايلكم عشان تضحكوا عليها، طب ما هي دي الشهره وده اللي عايزه اي منتج. تفاهل اي فيلم هابط زي اللي بينتجوه، يعني انتوا بتشهروهم وبعدين ترجعوا تزعلوا ان هم اتشهروا. والله العظيم هي دايره وبتغذي نفسها. الغريب فعلا رد فعلكم انتوا. اقول لكم الحل بسيط يا ناس، زيهم زي غيرهم، ولازم نفهم ان احنا السبب، لان اهتمامنا بالناس دي سواء مشاهده فيديوهاتهم او الكلام عنهم حتى لو بتشتم فيهم، ده اللي بيلعب نسب المشاهده وبيعملهم ترند. ايه اللي وصلنا للحال ده؟ ربنا يرحمنا فعلا، ومحتاجين نهتم بالناس اللي تستحق، يعني اهتموا بيا بقى والنبي، ونتجاهل اللي بيطلعوا دول، عشان كده هنكون سبب اكبر لدعمهم. ما تنساش بقى يا صديقي تعمل لايك وكومنت برايك انت من جواك وعلى حق، وتشير الفيديو ده على قد ما تقدر، ونحن في انتظار الترندات اللي هتهل علينا. اقسم بالله احنا في ايام سودة، احنا لسه ما شفناش حاجه، لسه والله.